صباح الخير يا استاذ محمود. صباح النور يا حضرتك زميلي. حضرتك شايف الانجليزي نتعامل معاه ازاي في الاوقات الشتاء اللي احنا فيها دي؟ جو بلكونات وجو ساقعه. بص يا زميلي، بص يا أستاذ محمد. موضوع الانجليزي في الشتاء محتاج اهتمام جامد جدا، تمام، خصوصا في الناس اللي بتربي في البلكونات. طبعا الموضوع بيبقى يعني صعب جدا، لان الانجليزي اساسا مفروض ان هو بيشتغل تحت درجه حراره معينه، تمام، اللي هو من 25 ل 28 او من 28 ل 30 درجه، تمام، عشان تقدر تحافظ على درجه الحراره، لان عنده كثافه الريش عاليه جدا، تمام. فما ينفعش ان هو ينزل اكتر من كده يبرد، يطلع اكتر من كده يبقى حران. فبالتالي في الوقت شغله هيبقى ضعيف جدا، خصوصا ان الانجليزي شغله تقيل جدا، مش زي الاسترالي او البادج الخفيف، تمام. لكن احنا ممكن نقدر نحافظ عليه ازاي في الجو ممكن بالنسبه للناس اللي بتربي في البلكونات تعمل ستار خارجيه، تمام. ممكن تلف السلكات استرتشات، تمام، عشان تقدر تحافظ عليه، او على الاقل تقلل درجه البروده اللي داخله للطير. ممكن كمان نقدر نشوف لهم مكان في خلال الشتاء، اللي هو مثلا يخش جوه الشقه مثلا، وليكن مثلا نفضي مثلا جزء من الشقه مثلا، او ركن او جنب، ممكن نحط فيه الطير لمده مثلا الشهرين اللي هو البرد، اللي هو طوبه وامشير، اللي هو بتحصل دايما فيهم مشاكل، تمام. في كذا حل يعني، فالحل المناسب طبعا اللي هيشوفه هو المربي. جميل. اذا كان يقدر يقفل البلكونه، يعمل استرتشات، يغطيهم بالصبح او النهار، او يعمل لهم حاجز من الهواء او تيار الهواء، تمام. ده المربي هو اللي يقدر يحدده على حسب امكانيات المكان اللي هو موجود فيه. جميل. اما بالنسبه مثلا للطير في الطير في الوقت محتاج لرعايه جامده جدا، تمام، ومحتاج لمتابعه، عشان خاطر كمان موضوع الفروخ الصغيره لازم يبقى فيها اهتمام جامد جدا، لان اثناء البرد الامهات ممكن ما تاكلش، يحصل مشاكل كتير، تمام. وبالتالي لازم متابعه جامده جدا في خلال الجو ماشي يا استاذ محمد. ماشي يا استاذ ماشي، محمود. شكرا حبيبي، السلام عليكم. متشكرين جدا يا استاذ محمود على المعلومات دي، شكرا حبيبي. ويعني مش عارفين نقول لك ايه. حبيبي، تسلم. حبيبي.